جاءت الرادف تتبعها الرادفة، فقام إليه أبي بن كعب فقال: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، لا تملوا من الصلاة عليه وسلم، إن الله لا يمل حتى تمل، ولا لا؟ فقال: يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: صلوات ربي وسلامه عليه ما شئت. قال: أجعل لك الربع؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الثلث؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. أجعل لك ثلثي صلاتي؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. يقول ابن القيم رحمه الله: فذهبنا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الحديث حيرهم ولا لا؟ وأكيد حير البعض، كيف كم أجعل لك من صلاتي؟ فقالوا لابن تيمية رحمه الله: اشرح لنا الحديث. شوف ابن القيم والذهبي وابن كثير كلهم راحوا لابن تيمية يشرح لنا الحديث، ما فقهوه. فقال أبو العباس رحمة الله عليه بأن أبي له وقت للدعاء، فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: كم أقتطع، يعني كم آخذ من جزء منه للدعاء أصلي عليك؟ وهو من السنة في الدعاء أن تفتتح بالصلاة عليه وسلم أو تختمه، ولا لا؟ فقال: أنا وقت لي بالدعاء، كم أجعل من الوقت الذي خصصته للدعاء أصلي عليك؟ الربع، ربع الوقت؟ قال: ما شئت، زدت خير. ثلثه، نصفه، ثلثيه؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: طيب الوقت اللي خصصته هذا للدعاء ممكن أخلي كله أصلي عليك؟ قال: تكفى همك ويغفر ذنبك. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: والسر في ذلك أنك لما تكرر الصلاة عليه وسلم فإن الله يثني عليك، ولا لا؟ كل ما صليت أثنى الله عليك عند جبريل وميكائيل وإسرافيل، يثني عليك: عبد فلان يذكرك بمزاياك. فأنت كل ما صليت أثنى عليك الله، فمن نال الثناء من الله غفر ذنبه وكفي همه. مثال ذلك: واحد الآن بعد ما تنتهي الصلاة ناوي نجلس إلى أذان العشاء، ويقول هذا أبا أخليه دعاء، ناوي دعاء، فلو جعله يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأذان كفي همه وغفر ذنبه. وأذكر قصة عجيبة حصلت، والله على ما أقول شهيد. اتصل بي شاب أو رجل ما أعرف، لكن فيما يظهر من صوته أنه شاب، وهو ليس من أهالي الرياض. فقال لي: أطلب منك طلب. قلت: تفضل. قال: أبيك تدعي لي. قلت: دور الأخيار. قال: لا، أبيك تدعي لي، أنا نويت الآن أنتحر، استغفر لي. قلت: يا أخي أنت الآن عندك هم في الدنيا، تروح لهمنا أعظم، اتق الله في نفسك. قال: أنا الآن بعد يعني أشعر أن الجبال على رأسي. قلت: وش عندك؟ عندك مشكلة؟ عندك دين؟ عندك نساعدك، ناخذ معك، بس ودي أستدرجه، نقابله نشوف وش مشكلته، إذا بمقدور نحلها حليناها، وإذا بمقدورنا شفعنا له عند من به حلها. قال: أبدا، فجأة وجدت نفسي ضاقت علي الدنيا اليوم، بس هذا. قلت: رجاء، وين أنت فيه؟ أجيك. يكلمني من كابينه، عارف أني ممكن أوصل له لو أنا الجوال طولت معه. حاولت فيه، قال: أبد. قلت: يا أخي ما يجوز الانتحار، قتل النفس من أكبر الكبائر. قال: أبد. قلت: طيب أنا بطلب منك طلب. قال: تفضل. قلت: أبيك تدخل مسجد، هذا كان المغرب، وتجلس تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أذان العشاء، وبعد الصلاة العشاء عسى الله يعينك ولا تفعل هذه الجريمة، لكن أخرها، صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي فلق البحر لموسى
فوجئت قبيل أذان العشاء، أنا كنت مهموم له، قبيل أذان العشاء باتصال: يا الله يجزاك خير، الله يجزاك خير. قلت سم بشر. قال سبحان الله، طبقت نصيحتك، والله أنني أشعر أن كل الجبال سقطت من رأسي، ما السر؟ فذكرت له الحديث: تكفى همك. وطبقها أناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكفى همك ويغفر ذنبك. لذا روى وكيعا في الزهد عن عائشة أنها قالت: جملوا مجالسكم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.